السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي العزيزات الغاليات، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ونلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم البنات غادي نشارك معكم واحد الكيكة رائعة جدا. البنية اللي غادي تشارك معكم ماشي غير أنا، واخا راني كاينة معاها ميرا، هي اللي غادي تصاوب لكم واحد الكيكة باش تعرفوا وتكونوا متأكدين بلي الكيكة كيصاوبوها حتى وليداتكم في الدار ممكن يصاوبوها لانها سهله جدا. تابعوا معايا الفيديو حتى للاخر. بالنسبه للبنات جداد، مرحبا بكم، حتى نتوما مرحبا والف مرحبا بكم. ما تنساوش ديروا تفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وما تنسونيش من الاعجاب ديالكم والتعليقات ديالكم اللي كتفرحني دائما، وانا تحت دائما راني كنجاوب على الاسئله ديالكم. بسم الله البنات، اول حاجه غادي ناخذ هذا البسكوي هذا اللي كيدير، غادي ناخذ 5 ديال الباكي ديال البسكوي اللي كيعادل كل باكي فيهم كل وحده ساشي وحده تكون فيها 32 غرام. البسكوي ديال القمح ولا اي نوع بغيتوه. الا لقيتو هذاك الباكي ديال درهم غادي تاخذوا 5 ديال الباكي ديال البسكوي. الا ما لقيتوش تاخذوا باكيه كبيره اللي كناخذوها من السوبر مارشي، كتاخذوها فيها بزاف ديال البسكوي، كتعبروا 160 غرام، يعني 32 غرام غادي تضربوها في 5 غتعطينا 160 غرام. وغادي نديروها في هذا الموليميكس هذه. غادي نديروا عليها كاس ديال الزيت، 2 ديال البيضات. بالنسبه للكاس البنات، الا كتعبروا بالكاس ديال العنبه اللي حنا معروف عندنا، كديروا ما يكونش عامر، ما تعمروهش بزاف، ما تعمروهش. مهم كاس اللي غتعبروا به. الا جاتكم خفيفه راه نتوما تقدروا تزيدوا البسكوي اللي عندكم. كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، كاس ديال الحليب، 2 ديال البيضات، 2 ديال الخمارات. كتشوفوا البنيه اللي كتشارك معكم، ساشي وحده ديال الفاني. وغادي نحتاجوا 2 معالق كبار ديال البودر كاكاو. وغادي نديروا كلشي البنات في الميكسور، كلشي غادي نديروه في هذا الميكسور هذا. وفي الاخير نزيدوا 2 معالق صغار ديال الخل حتى الاخر، ونديروا كلشي يتميكسا، يعني نخلطوا كلشي، نخليو الخلاط واحد المده ديال 10 ديال الدقائق يتخلط هذاك الكيك يتخلط مزيان عاد فاش نكملوا التحضير ديالو. شفتوا البنات ملي كيتخلط كيكون القوام ديالو على هذا الشكل هذا، ماشي كيكون ثقيل ولكن ماشي ثقيل بزاف. كنحاولوا اننا نخلطوه مزيان كيف ما قلت لكم لمده ديال 10 ديال الدقائق. شو الطريقه ديالو، ما يكونش خفيف وما يكونش ثقيل بزاف. غادي ناخذ المول اللي دهناه بالزبده، غادي ندهنوا المول اللي غندخلوه للفران. البنيه راه فرحانه بانها كتصاوب هذا الكيك وباغا تكملوا كله وباغا تصاوبوا بوحدها.
انا مخلياها، راني مخليها على الخطر ديالها، فرحانه بان غاد الكيك غتصاوبو هي وغادي يجي. صراحه البنات راه واخا نشكرو لكم حتى تجربوه، كيجي رائع رائع رائع. ومن بعد ما تخلطت مزيان البنات كنديروها في المول اللي غيدخل الفران كيما قلت لكم مدهون بالزبده، وندخلوها الفران. كان ديال الضوء راه غادي ديروا 160 درجه، ما غاديش دير الوقت بزاف لانه غادي تحتاج 12 دقيقه حتى 14 دقيقه البنات. صافي تخدموا الفوق لتحت الفرفاره. الا كان الفران العادي ديال الغاز راه حنا ندخلوها الفران سخون الفوق حتى كطلع ونهبطوها لتحت كما كتشوفوا. تقدروا تشوفوها باش تعرفوها واش طابت ولا لا. غادي ديروا موس ولا كيغدو وتدخلوه في الوسط. الا خرج يعني نقي مزيان ما فيهش العجينه راه طابت مزيان. كنخرجوها هي سخونه كنتقبوها مزيان وكندهنوها باش ما بغيتو البنات باي حاجه بكريم ولا انا درت هاد اللي دانات شوكولا. وغادي نديروا الفينيسيون بالكوك. نتوما كيبقاو الفينيسيون ديالكم بيبي شوكولا ولا اللوزي كونكاسي ولا ايفيلي ولا الكوك، كيبقى الاختيار ديالكم. والكيكه ديالنا من هنا غادي تدخل الثلاجه تبرد كتجي رائعه. وتشوفوا النهايه ديالها كيف كتجي راها كتذوب في الفم البنات. الكيكه ما خلوا لي ما نصور فيها تكالت قبل ما نصور هادو باش تشوفوا البنات كيفاش كتجي خطيره في المذاق ديالها وكتجي رطبه بزاف. وحتى انكم هاد الفكره اللي درنا هذه تقدروا ديروا منها 2 ولا 3 وديروها طبقات، ديروا على شكل جنواز وتجي طبقات. راه كتجي هائله البنات صراحه، كتجي خطيره هاد الكيكه هذه. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من التعليقات ديالكم اللي كتفرحني دائما. ومرحبا بالناس الاخوات الجداد كيف ما قلت في الاول. مرحبا بكم والف مرحبا بكم. وما تنسوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنسونيش من الاعجابات ديالكم واللايكات ديالكم والتعليقات اللي كنتسناها دائما. السلام عليكم، الى فيديو اخر ان شاء الله.